معاكم الشيف مجدي الحسيني فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. نصف شهر رمضان ان شاء الله بكره بامر الله هيبقى اول يوم رمضان اللي هو الخميس. احنا عاملين لكم ان شاء الله على الفطار بطه محشيه على الطريقه المصريه بتاعتنا. الموضوع سهل مش صعب. بطه حوالي 3 كيلو احنا جايبينها وغسلينها بملح وخل وليمون وبرتقان ودقيق، مغسوله كويس جدا. هي بطه بلدي وزنها 3 وربع تقريبا، وهي بالشكل دوت. ومعاها بصلايه مبشوره مدعوكه بملح وفلفل وكمون، وهنحشي بيها البطايه، وبعدين هنحشي الرز. هنوريكم دلوقتي ازاي وهتشوفوا معانا. زي ما انتم شايفين كده الرز معانا رز على قد حشو البطايه، معاه مدعوك ببصلايه مبشوره برضو وكمون وملح وفلفل بالشكل زي ما انتم شايفين، وسنه قرفه بسيطه. الاول هندعك البطايه من جوه بالخلطه اللي احنا عاملينها ديت، البصلايه المبشوره والملح والفلفل والكمون، وبعد كده هنحشيها بالرز وهنقفلها بالسيلفر ونسقطها في الميه المغليه زي ما هنوريكم دلوقتي. الميه بتغلي زي ما انتم شايفين كده في الحله بتاعتنا على قد البطايه، فيها بصلايه، ورق اللورو، الحبهان، المستكه، القرنفل، القرفه، العيدان، زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. تغلي الميه ونسقط فيها البطايه زي ما انتم شايفين كده. ادي البصلايه ندعك القلب من جوه كده، قلب البطايه من جوه. البصل مع الفلفل مع الكمون مع الملح بيعمل ريحه جوه اما البطايه تستوي. هنقدم البطايه ديت مع رز بالزبيب وهنوريكم ازاي. كده الرز اللي قلنا واخد ملح وفلفل وكمون وسنه من القرفه وبصلايه مبشوره. احشي الرز كده اهو بالشكل ده كده. الرز بيزيد جوه البطايه مش مشكله، انا بقى ايه بحط رز مش كتير قوي يعني. هقفل البطايه زي ما انتم شايفين بالسيلفر كده وهسقطها في الميه اللي بتغلي، وهنوريكم ازاي دلوقتي. وهدعك برضو البطايه من فوق بالبصل كده. عايز اقول لكم الريحه الكمون مع البصل مع الفلفل الاسود عامل ازاي، واسقطها في الميه اللي بتغلي كده. البطايه بتاعتي هسقطها بالراحه كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وهسقط معاها برضو الكبد والقوانص بتاعتي والقلب، لان ده هيتقدم مع الرز، واسيبها تغلي براحتها. هي بتاخد لها حوالي ساعه ونص ساعتين كده. البطه تقريبا داخله ان شاء الله على السوا زي ما انتم شايفين كده بتغلي، وشايفين البن بتاعها رايق اهوت، والريحه مش عايز اقول لكم يعني الله اكبر عامله ازاي. دي حاجه الرز. الرز ده حوالي تقريبا كيلو الى حاجه بسيطه. كمون، ملح، فلفل اسود، زبيب. وهنسقي بالبيون او شوربه البط. يعني هنعمل الرز حته زبده وشويه زيت وبالكمون والملح والفلفل الاسود والزبيب، وهنسقي بالبيون او شوربه البط. دي الحله زي ما انتم شايفين كده اللي فيها الزيت والزبده، وبنسخنها ونحط الرز ونقلب ونضيف حاجتنا كده. هنحط الايه الرز بتاعنا، هنحط الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. نحط الكمون بتاعنا والملح والفلفل الاسود، وهنخلي الزبيب بعد شويه. الزبيب حطيناه بالطريقه ديت كده يا جماعه. هنحط الايه الشوربه بتاعتنا اللي هي شوربه البط زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين. اعلى من الرز بحوالي يعني عقله الاصبع كده او عقله الصباع، يعني حاجه بسيطه، يعني حوالي سنتي او اقل من سنتي بعد الرز. ادي البطه بتاعتنا بعد ما اتسلقت والرز بتاعها اتسلق. هنبتدي نحمرها في حته زبده او سمنه وشويه زيت، نحمرها بشويه ملح وشويه فلفل ونبتدي نقدمها. هنبتدي بقى ايه نحط البطه بتاعتنا في صينيه على النار نحمرها زي ما انتم شايفين كده. اتحمرت اللون الجولدن بتاعنا، اللون الذهبي. والحاجه الشغل بلدي بتاعتنا يعني بتاع زمان، موضوع بسيط ولا محتاج فرن ولا محتاج حاجه، كله من فوق البوتاجاز كده بالشكل والمنظر زي ما انتم شايفين كده.
الطماطم الشيري وصلصه بشويه زيت وملح وفلفل وزعتر عشان يطلعوا ديكوريشن على وش الرز. ده الشكل النهائي بتاعه البطه بالرز بالقرفه والزبيب. شويه طماطم شيري عشان ديكوريشن، اي حاجه ديكوريشن عايزين نعملها براحتكم. عندك برتقانه سلايس تقطعيها حوالين منها، دي حاجه سريعه قبل السحور بساعه احنا عاملينه عشان ينزل بدري الصبح لو حد عايز يشوف الفيديو يعمله. اذا عجبكم الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. كان معاكم الشيخ مجدي الحسيني، كل سنه وانتم طيبين.